أشعل متوسط الميدان البرازيلي بيتروس ماتياس المحترف بصفوف نادي الفتح غضبا عارما بين جماهير الهلال بعد مباراة الفريقين في الدوري السعودي للمحترفين. وحقق فريق الفتح فوزا مثيرا على الهلال بهدفين مقابل هدف يوم الاثنين في المباراة المؤجلة من الجولة 18 من الدوري السعودي. وشهدت المباراة أزمة كبرى عندما تدخل بيتروس بشكل عنيف على قدم سالم الدوسري لاعب الهلال. ولم يكتفي النجم البرازيلي بالتدخل العنيف على سالم، بل قام بالتوجه إليه والبصق عليه وتوجيه السباب له في مشهد مشين بالملاعب السعودية. وفي نهاية المباراة قامت جماهير الهلالية بإطلاق صافرات الاستهجان على بيتروس الذي رد عليهم بحركة استفزازية. كما وجه بيتروس رسالة إلى قلعة العالمي بعد مباراة الهلال قائلا: كالعادة عفوا نادي النصر، في إشارة إلى مساعدة الفريق الأصفر على الانفراد بصدارة الدوري. وأثار بيتروس الجدل خلال تصريحات تلفزيونية قائلا: الهلال فريق كبير، بالنسبة لي هذه من أفضل المباريات في الدوري. وأردف المحور البرازيلي حديثه عن الهلال متهكما: أتمنى أن جميع المباريات في مسابقة الدوري تكون أمام الهلال، لأن هذه هي مبارياتي. من جهته انتقد محمد الدعيع أسطورة حراسة مرمى نادي الهلال ومنتخب السعودية أسلوب لعب النجم البرازيلي بيتروس أراخو. وقال الدعيع في تصريحات تلفزيونية: بيتروس لاعب لا يعجبني مستواه داخل الملعب. ليرد النجم البرازيلي بسخرية: لن أستطيع النوم اليوم. وعلى الجانب الآخر انتشر مقطع فيديو للنجم المالي موسى ماريغا مهاجم نادي الهلال، والذي حضر مواجهة الفتح في المدرجات حيث غاب بسبب الإصابة. وظهر ماريغا في الفيديو وهو يشتبك كلاميا مع أحد الحضور في المدرجات، زعم البعض أنه شقيق بيتروس. فجرت تقارير صحفية عالمية مفاجأة كبرى عن آخر تطورات مستقبل النجم الكرواتي لوكا مودريتش مع ريال مدريد الإسباني، وموقفه من العرض المقدم له من نادي النصر السعودي لكسب خدماته في الموسم المقبل. وذكرت شبكة فوت ميركاتو الفرنسية بأن وجهة مودريتش المقبلة ستكون انضمامه للنصر، حيث يحظى وكلاء اللاعب الكرواتي بعلاقات جيدة مع النادي السعودي. وأضافت الشبكة بأن المدير الرياضي لنادي النصر هو مواطنه الكرواتي جوران فوزيفيتش، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على توقيع عقد كبير مع النادي السعودي. كل ذلك يدعم فرص وجود مودريتش مع العالمي. وأشار التقرير إلى أن النصر سيكون الوجهة الأقرب لمودريتش حال رحيله عن ريال مدريد لمزاملة البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب العالمي مجددا. ومودريتش البالغ من العمر 37 عاما ينتهي تعاقده مع النادي الملكي في 30 يونيو 2023. وخلال الساعات القليلة الماضية أجمعت تقارير صحفية عالمية على رحيل النجم الكرواتي عن ريال مدريد بنهاية الموسم الرياضي الحالي وعدم تجديده عقده. وكانت إدارة النصر قد عرضت سابقا على مودريتش عرضا لمدة 2.5 سنة بقيمة 40 مليون يورو، ورفعته إلى 45 مليون يورو. وانضم مودريتش لريال مدريد في عام 2012 قادما من توتنهام الإنجليزي مقابل 35 مليون يورو، وتبلغ القيمة السوقية للاعب الكرواتي نحو 10 مليون يورو بحسب موقع ترانسفير ماركت العالمي. ونال مودريتش جائزتي الكرة الذهبية وذا بيست عام 2018، وحقق مع ريال مدريد عدة إنجازات أبرزها الفوز ب5 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، و4 في كأس العالم للأندية، و4 في كأس السوبر الأوروبي، و3 في الدوري الإسباني. وضع المدافع الدولي ونجم نادي الهلال علي البليهي الجماهير الهلالية في موقف محرج بعد تصريحاته التي توعد فيها المنافسين عقب احتلال الزعيم المركز الثاني في كأس العالم للأندية وتأهله إلى نهائي دوري أبطال آسيا. وتصدر مدافع الهلال علي البليهي المشهد عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد خسارة الزعيم أمام الفتح في الدوري السعودي. وسخر مغردون من مدافع الهلال بعد تداول تصريحات سابقة له توعد فيها الفرق المحلية السعودية بعد تحقيق الزعيم للمركز الثاني بمونديال الأندية ثم الوصول إلى نهائي دوري أبطال آسيا. وقال علي البليهي في تصريحاته السابقة: جيناكم جيناكم، في رسالة تهديد لمنافسي الهلال المحليين. وعقب الخسارة من الفتح تصدر وسم البليهي جيناكم جيناكم موقع تويتر، حيث سخر المغردون من تصريحات المدافع الهلالي، لا سيما بعد تعثر نتائج فريقه محليا عقب النجاح العالمي والقاري بالتعادل أمام الوحدة ثم الهزيمة أمام الفتح.
وعلى الرغم من النجاح العالمي والقاري فإن الهلال لا يسير بصورة جيدة على الصعيد المحلي، وتبدو مهمته صعبة في الفوز ببطولة الدوري السعودي للمحترفين في ظل المنافسة القوية على الصدارة والإهدار المستمر للنقاط، حيث يحتل الفريق الأزرق المركز الخامس برصيد 33 نقطة. من جهته هاجم الإعلامي الرياضي عبد العزيز السويد المدافع الهلالي وقال: البليهي فتح النار على نفسه باستفزازه للمنافسين والجماهير بعد عودة الهلال من مباراة الدحيل في نصف نهائي دوري أبطال آسيا. وأضاف: هذا الاستفزاز لن يفيدك دائما، وإذا ارتد ضدك لا تبحث عن أعذار، لأنك كنت جالسا تقول إحنا راجعين، لكن وعندما عدت سقطت في أرض الملعب، والآن تطلب التماس الأعذار. ووجه السويد نصيحة إلى مدافع الهلال قائلا: كرة القدم لا بد فيها من التركيز داخل الملعب فقط، أما إثارة جدل في وسائل التواصل الاجتماعي ليس دورك، لأنك بسببه تظهر ضعيفا فنيا في الملعب. بات البرتغالي نونو سانتو المدير الفني للفريق الأول بنادي الاتحاد في ورطة قبل كلاسيكو المملكة أمام النصر في الدوري السعودي للمحترفين. ويستعد الاتحاد لمواجهة فريق النصر في تمام الساعة 8:30 مساء يوم الخميس المقبل على ملعب جوهر المشعة في قمة مباريات الجولة 20 من الدوري السعودي. ويسعى المدرب البرتغالي نونو سانتو لتعطيل الانتصارات العالمية وتحقيق نتيجة إيجابية أمام النصر حتى يتمكن من القفز على صدارة جدول الترتيب. ويسابق الجهاز الطبي لاتحاد جدة الزمن لتجهيز أحمد حجازي مدافع الفريق لمباراة الكلاسيكو أمام النصر. ويعاني حجازي من آلام عضلية أبعدته عن التدريبات في اليومين الماضيين بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة الاتحاد ضد الخليج الأخيرة في الدوري. وأدى قائد اتحاد جدة تدريبات علاجية تحت إشراف الجهاز الطبي، في الوقت الذي ينتظر فيه نونو سانتو مدرب الفريق مشاركة حجازي في التدريبات الجماعية لتحديد مصيره من الكلاسيكو. وبحسب التقارير الإعلامية المقربة من قلعة العميد، فإن الأمور تزداد صعوبة على نونو سانتو بعد غياب المدافع الدولي المصري عن تدريبات الفريق آخر يومين. غياب حجازي عن تدريبات الاتحاد أربك حسابات المدرب نونو سانتو قبل مواجهة الكلاسيكو، نظرا لإمكانياته الكبيرة والتي ساعدت العميد خلال المواسم الأخيرة في العودة للمنافسة على البطولات. كشفت تقارير إعلامية عن صدمة مدوية لجماهير الهلال عن مدة غياب قائد الفريق الأول سلمان الفرج عن الملاعب بسبب الإصابة. وأشار الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للفريق الهلالي إلى السبب الرئيسي لاستبعاد سلمان الفرج من مباراة الفتح في الدوري السعودي بسبب معاناة اللاعب من آلام في الظهر فوق الحوض. وافتقد الزعيم الهلالي الفرج لأكثر من 4 أشهر، حيث عاد مؤخرا للمشاركة في المباريات، وبالتحديد منذ الأدوار الإقصائية بمسابقة دوري أبطال آسيا، ولكن عودته الآلام ليخرج مجددا من حسابات دياز. وأفادت تقارير إعلامية مقربة من نادي الهلال بأن سلمان الفرج سيغيب عن الملاعب لمدة 2 شهرين، وبذلك يصبح بعيدا عن ديربي المملكة أمام النصر في الدوري السعودي للمحترفين. يترقب عشاق الكرة السعودية مواجهة من العيار الثقيل بين الاتحاد والنصر في قمة جولة 20 من مسابقة دوري روشن السعودي. ويشهد نادي النصر طفرة في القيمة السوقية والتي تبلغ 80.85 مليون يورو، متفوقا عن الموسم الماضي بقيمة 58.28 مليون. في المقابل يشهد الاتحاد انخفاضا في قيمته السوقية هذا الموسم، والتي تبلغ 29.43 مليون يورو، بعد أن بلغت 37.65 مليون يورو في الموسم الماضي. ويعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر أغلى لاعبي الفريقين، حيث تبلغ قيمته السوقية 20 مليون يورو، فيما يأتي زميله البرازيلي إندرسون تاليسكا في الوصافة بقيمة 14 مليون يورو، ثم الأرجنتيني بيتي مارتينيز ثالثا ب9 مليون يورو. في المقابل يعد البرازيلي إيغور كورنادو أغلى لاعبي الاتحاد بقيمة 6 مليون يورو، ثم يأتي مواطنه رومارينيو في الوصافة ب4.5 مليون يورو، ثم الأنغولي هيلدر كوستا ثالثا ب3.5 مليون يورو. اقترب الفريق الأول بالنادي الأهلي من العودة إلى الدوري السعودي للمحترفين بعد موسم في دوري يلو للدرجة الأولى، وتمكن الفريق الأهلاوي من تحقيق الفوز على نجران ب2 دون رد
ضمن مباريات جولة 24 من دوري يلو للدرجة الأولى. وبهذه النتيجة يتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب دوري يلو للدرجة الأولى برصيد 52 نقطة، ويحتاج الأهلي لإضافة 10 نقاط فقط لرصيده خلال ال10 جولات القادمة من أجل ضمان العودة من جديد لدور المحترفين. تلقى المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد عرضا رسميا غريبا للرحيل عن منتخب السعودية الأول. ووفقا لشبكة RMC قدم الاتحاد الفرنسي لكرة القدم عرضا رسميا إلى رينارد لتولي تدريب المنتخب الوطني الأول للسيدات. وكشفت الشبكة عن وجود بند في عقد المدير الفني الفرنسي مع منتخب السعودية تتيح له بالرحيل وفقا لظروف معينة.